في مصر دلوقتي أغلب الناس عايشة بين رقمين: سعر الدولار وتاريخ اجتماع البنك المركزي الجاي. بس بين الرقمين دول في حكاية أكبر بكتير من مجرد غلاء وظروف. كل يوم بتسمع كلمات بتترمي في الأخبار والسوشيال ميديا: هوت ماني، أذون خزانة، سوق السندات، الدين الداخلي. وبنسمع إن المستثمرين الأجانب دخلوا وبعدين خرجوا، وإن الفايدة طلعت وبعدين ممكن تنزل. بس السؤال الحقيقي: كل ده ليه تأثير مباشر على جيبك انت، على الإيجار، على الأكل، على مستقبلك؟ في البرنامج ده احنا مش هنتكلم بلغة خبراء لبعض، احنا هنتكلم معاك عن حياتك انت. كل يوم اثنين بناخد مفهوم اقتصادي واحد، بنشرحه من الصفر بهدوء وبأمثلة من حياة أي أسرة مصرية، من الأموال الساخنة لحد سوق الصرف والتضخم. دايما مكتوب على الشاشة بيزك، عشان تبقى عارف إن دي الحلقة الأولى في الفكرة، ولسه هنعمق بعدين. وكل يوم جمعة نرجع لنفس المفاهيم دي، بس نربطها اللي حصل في الأسبوع: قرار فايدة، قرض جديد، قفزة أسعار مفاجأة، ونشوف ده معناه إيه على مستوى البيت الصغير، وإيه معناه على مستوى ميزانية الدولة. إحنا مش ضد حد ومش مع حد، إحنا مع إن المواطن يفهم النظام اللي عايش جواه بالأرقام الرسمية وبالمنطق الاقتصادي، من غير تهويل ومن غير تزييف. لأن لو ما فهمتش اللعبة هتفضل دايما أنت الضحية الصامتة في كل قرار اقتصادي جديد. لو عمرك سمعت عن هوت ماني أو أذون خزانة وقلت في سرك: هو إيه الكلام ده أصلا؟ فالبرنامج ده معمول ليك أنت. اشترك، فعل الجرس، وتعالى نرسم خريطة الاقتصاد المصري خطوة بخطوة، من منظور الناس اللي بتشيل الفاتورة في الآخر.